السلام عليكم، اهلا بيكي معايا في نانا شانيل. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض تونر العرقسوس، حاجه كده قنبله في التفتيح. يلا بينا نشوف بنعمله ازاي. اهلا بيكي معايا من جديد. ان شاء الله النهارده هنعمل تونر قنبله في التفتيح. فوائده عديده جدا، هكتب لك في صندوق الوصف كل الفوائد بتاعه التونر ده. تونر بسيط ما بياخدش معاكي وقت في التحضير، سهل جدا وفوائده عديدة. والعرقسوس من الحاجات اللي بتبيض وتفتح البشرة وبطريقة سهلة وآمنة، وما بيعملش أي نوع من أنواع الحساسية. هتجربي على كف إيدك زي ما متعودين لو عمل حساسية، ولكن أنا أعرف ومتأكدة لأن بشرتي حساسة وبستخدم التونر ده من فترة كبيرة، وببدل بينه ما بين تونر مية الورد أو ماء الورد. الاتنين رائعين، وده بيبيض ويفتح، ديك هيعطي نضارة وده بيبيض ويفتح. بنجيب العرقسوس كده بالعلبة دي من عند العطار، في العلبة دي هو جاهز. يعني مش هتستخدمي حاجة وتعملي لها بيكنج صودا والكلام ده، لا، انت بتجيبي العلبة دي جاهزة من عند العطار. العلبة دي بيجي معاها الباكت اللي هو البلاستيك ده. ده بيصفي العرقسوس، بتاخديه بتحطي فيه معلقة كبيرة وتحطيه في كوباية مية دافية وتسيبيه للصبح. ترفعي العلبة البلاستيك البيضة دي، ترفعيها هتلاقي العرقسوس صافي عندك وزي الفل. انت كمان تتأكدي اكتر تنزليه من المصفى عشان لربما تكون في شوايب بسيطة، او تسيبيه راكد في الكوباية وتفضيه وتسيبي الشوية اللي بيبقوا فيهم حاجات بسيطة جدا. لو نزل من المصفى بتنزل من المصفى لانها خفيفة وبسيطة جدا. بنصفيه كويس على شاشة أو أي حاجة، وبتحطيه في إزازة زي دي أو بخاخ زي ما انت حابة طريقة استخدامك ليه. التونر ده رهيب، بيبيض بيفتح مع الاستخدام. بيبان عليكي من أول أسبوع استخدام التونر، بيروق الوش كده وبيصفيه خالص جدا يعني. وأكيد للمرة التانية أقولك أي حاجة طبيعية ما بتضرش، وكمان في الأول وفي الآخر مش بتعمل أي آثار جانبية، أي الحاجات طبيعية. ولكن لو انتي الناس من اللي فيها حبوب في بشرتها أو أي حاجة، ما تستخدميش أي حاجة وبس غير لما تعملي لها تيست الأول. لكن أنا متأكدة وعلى ضمانتي وبيني وبينك ربنا، التونر العرق السوس ده رهيب، حلو جدا، بيفتح بطريقة رهيبة، لأن زيت العرقسوس كمان من المبيضات الرهيبة للبشرة. لو بتستخدميها تعرفي الفوائد اللي بقولك عليها. ودي شكل العلبة بتاعته عشان ما تتعبيش وانت تدوري عليه، هتدوري على العلبة دي بالذات وهتجيبيها. بيصفي البشرة وبيروقها خالص. وكده أكون وصلت معاكم لنهاية فيديو النهاردة. وعاملين روتين كامل للبشرة بقي في القناة، وبقوا شوفيه كله من المطبخ. أشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.